كأنه معبد قد حرك الأوتار. هيجت أشجاني يا طائر الأشجان، يا ليل يا طائر الأشجان. هيجت يا قمري بصوتك الملحون، مكان في صدري من سري المكنون. حتى مضى دهري وخاطري مكتون، هايم شجيعاني لا يعرف السلوان. يا ليل يا طائر الأشجان. هيجت يا قمري بصوتك الملحون، مكان في صدري من سري المكنون. حتى مضى دهري وخاطري مفتون، هايم شجيعاني لا يعرف السلوان. يا ليل ويا طائر الأشجان. مشكورين حبايبي. يعطيك العافية نبيل. والحين نرد نسمع رأي اللجنة، بس هالمرة مرة ثانية مع الفنانة مليحة. أول حاجة نبيل أحسنت على اختيار هالأغنية، لأنه فعلا كانت لايقة على نوعية صوتك، فأنت توفقت في اختيارك لهالأغنية. زيادة على أنه أديتها بشكل جميل، بإحساس حلو، إيقاعك كان سليم، أداء سليم، يعني يعطيك الصحة. يعني شكرا، يعطيك الصحة. شكرا لك الفنانة مليحة. والحين نسمع رأي الفنانة الكبيرة رباب. أنا أقول له بالأولى صح حلو قلت، بس بالثانية أشوف لا 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 لا. أنت هني وبصراحة هني بغيت تقولها، بس ما أدري شو اللي صار، وما أدري من الفرحة طاير ما قلت العرب مضبوطة، اللي هي وصلت يا طاير الألحان. شو كذا الله. أنت بس حلو غنيت حبيب قلبي، بس لما انت بتقول العرب لازم تقولها مضبوطه وتقولها مثل ما هي. انت عندك في النص هني اللي فيها لعب شويه، ثقلت عليك، ما ادري شو اللي صار فيك، بس هم ارجع واقول عسل، يعني حلو حبيب قلبي. قواك الله، يعطيك العافيه. والحين مع الفنان عبد المنعم. طبعا يعطيك العافيه، يعني بس بالفعل اغنيه جميله وغنيتها باحساسك. في القفلات فعلا ضاع عليك الدوزان شويه، ولكن شد حيلك المرحله القادمه ان شاء الله. شكرا، يعطيك العافيه. شكرا.